عندك كهرباء في البيت ولا فاضي؟ بس قبل ما ابتدي، كوبايه القهوه، كوبايه النسكافيه، الشاي بلبن، ازازه الميه، وتعالى ركز معايا. عشان يبقى عندنا الكتريستي يا جماعه لازم يبقى فيه تو كونديشنز او شرطين مهمين جدا. اول شرط لازم يبقى فيه انرجي سورس، وده لسبب منطقي جدا ان الكهرباء هي فورم من الفورمز اوف انرجي، وعلشان نبتدي يبقى عندك الكتريستي لازم الالكترون بتاعنا يتحرك فروم وان بوينت تو انذر بوينت. ده بيحصل ازاي؟ لو انت جبت لي اي انرجي سورس هيبتدي يعمل عمليه كيكنج الكترون، يخبط الكترون يحركه فروم وان بوينت تو انذر بوينت. ده بيحصل ممكن عن طريق البطاريات، زي مثلا ريموت كنترول، زي البي سي، زي ممكن مثلا لابتوب، زي ممكن موبايل فونز. دي بتعمل كيميكال رياكشنز، بتطلع كيميكال انرجي بتحرك الكترون فروم وان بوينت تو انذر بوينت. شبه السولار بانلز مثلا، ممكن ديت عن طريق اللايت انرجي تبتدي تعمل كيكنج الكترون تحركه فروم وان بوينت تو انذر بوينت اند سو اون. في عندنا اكزامبلز كتيره جدا 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 للانرجي سورسز. ولا تاني سورس عندنا او تاني كونديشن لازم يبقى موجود، لازم يبقى فيه كلوزد باس او بتتسمى كلوز سيركت. لازم عشان الالكترون يبتدي يتحرك من مكان للتاني لازم يبقى فيه باس مغلق. يعني ايه باس مغلق؟ طريق مقفول يتحرك فيه الالكترون من اوله لحد اخره، وده ممكن نختصره كومبليت جيومتريكال شيب، يعني شيب او شكل مغلق بالكامل من اوله لحد اخره، لا فاصل ولا فيه بالنسبه لك جزء ناقص او فيه جزء مقطوع.